يا رب أنا لا أظن أن تعذب جبينا كان لك في يوم من الأيام ساجدا، ولا لسانا كان لك في يوم من الأيام ذاكرا، ولا قلبا كان لك في يوم من الأيام خاشعا، ولا جسدا كان لك في يوم من الأيام صابرا. إلهي إن كنت قد عصيتك يوما من الأيام فقد سولت لي نفسي واستهوتني الشياطين، وها أنا أعود إليك رافعا يدي إليك قائلا لك لقد عاهدتك ربي ألا أعود، وها أنا أخون العهود، بيني وبينك جسر عامر قد ضاع مع العهود، صدري يضيق من الذنوب، إن لم تغفر لروحي فسوف تصل إلى طريق مسدود، ولكني أدعوك ربي أن تسقني من الحوض المورود، وأن تجعلنا جميعا من سكان جنة الخلود. أصلي وأسلم على صاحب الخلق الأسمى والمقام المحمود، اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسوب، ماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنكشف الكروب. أيها الإخوة المؤمنون، مشاركين العزاء لعموم عائلات قرية البوري مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وخاصة عائلات آل الأمير، ومشاركين العزاء للأسرة الكريمة، وخاصة أخي الحبيب السيد الأستاذ حسن الأمير في ليلة تكريم شقيقته الغالية، التي أسأل ربي جل وعلا أن يجافي الأرض عن جنبيها، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. وهذا هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وقف ذات يوما على حافة قبر من القبور بعدما شيع جنازة فقال: بالله عليك يا قبر قل لي ماذا فعلت بالأحبة؟ أين أبي وأين أمي وأين إخوتي وأين أحبابي وأين أصدقائي؟ فسمع صوتا يقول له: يا ابن عبد العزيز، بدأت بالحدقتين، ثم أكلت العينين، ثم فصلت الكفين عن الساعدين، ثم فصلت الساعدين عن الكتفين، ثم فصلت الكتفين عن العضدين، ثم فصلت القدمين عن الساقين، ثم فصلت الساقين عن الركبتين، ثم فصلت الركبتين عن الفخذين، إلى أن يعود ابن آدم إلى أصله. وصدق ربي إذ يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولكن عذاب الله شديد. يسر الحسرة والندامة، وكأن لسان حاله يقول: ما حيرتي ما حيرتي في يوم نشر صحيفتي، وقري لصغيرتي وقري لكبيرتي، فوا أسفاه على ما جرى، فوا أسفاه على حسرتي، أني قد غرقت من الذنوب، فمن يداوي علتي؟
رجائي فيك ربي أن تغفر خطيئتي، وأنت القائل يا عبادي لا تقنطوا من رحمتي. لذا هيا بنا لنعيش مع آيات المسك الختام. إن قالوا عني لست جاهلا فمن هم العقلاء. يا قارئا قد حباك الله بصوت يصعد من الأرض إلى السماء. يا دكتور محمد اقرأ وارتقي، فأنت يوم القيامة في الجنة مع القراء، ونحن جميعا على مأدبة المستمعين. القارئ الدكتور محمد زيادة، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو النقابة العامة للقراء بجمهورية مصر العربية، والمقيم بقرية الشوافين مركز أولاد صقر، يتفضل فضيلته مشكورا إلى منصة التلاوة لتكون هذه التلاوة القرآنية المباركة مسكا لختام هذا المقام القرآني، سائلا المولى جل وعلا لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية صل على سيدنا النبي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. يا مدرسة قديمة ابن حد هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا 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 بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اقرأ باسم ربك الذي خلق
لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. لا اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. علم الإنسان ما لم يعلم. علمه وحيا بلا قلم. فسبحان من علم الإنسان بالقلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، والتي عطر بها آذاننا القارئ الدكتور محمد زيادة، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو النقابة العامة للقراء بجمهورية مصر العربية، والمقيم بقرية الشوافين مركز ومدينة أولاد صقر. وكانت هذه التلاوة مسكا لختام هذا العرس القرآني الكبير الذي أقيم تكريما لفقيدة عموم عائلات قرية البوري مركز أولاد صقر، وخاصة عائلات الأمير. لذا تتقدم عموم العائلة الكريمة والأسرة الكريمة، وخاصة السيد الأستاذ حسن الأمير، يتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من واساه في هذا العزاء. كما يتقدم أخي الحبيب والمقرب إلى قلبي السيد المهندس حمادة حمودة، وشقيقه الأصغر المهندس سعيد حمودة، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والعرفان لكل من واساهم في هذا العزاء، شاكرا باسمكم الهندسة الصوتية والإذاعية تحت إدارة المهندس حمادة حمودة والمهندس سعيد حمودة، المقيمين بقرية البوري، السرادق المقام والهندسة الكهربائية تحت إدارة الحاج محمد البناوي وأولاده، المقيمين بالمحسنة
مركز ومدينة دكرنس الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة المتري جمال شبل المقيم بقرية صدقة مركز ومدينة مي الأمدين. وشاكرا باسمكم هندسة التصوير الهوائي تحت إدارة أخي الحبيب المهندس مسعد عطلة المقيم بمركز ومدينة الجمالية، وأخي الحبيب المهندس عمرو الشامي المقيم بميت مرجة سلسيل، وأخي الحبيب المهندس عبيدة زيادة المقيم بقرية الشوافين، وأخي الحبيب المهندس محمود عبد الفتاح المقيم بقرية منشأة الأمير. أيها الإخوة المؤمنون، الحمد لله على الكمال والجمال، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآل. كان معكم محمد صبحي الأمير من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية، على أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.